السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وتعود عليكم الأيام بصحة وخير ورزق يا رب العالمين. تعالوا النهاردة نجهز مع بعض البسلة الخضراء. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. جبت بقى البسلة بتاعتي كده، بصوا مليانة وحلوة قوي. همسكها بقى كلها فصاصة بالشكل ده. بصوا زي كده. تجهيزات رمضان يا جماعة، أهم ما في رمضان هي تجهيزات رمضان اللي بتسهل علينا رمضان كله. في الاكل بقى تطلعي كده الحاجه بتبقى جاهزه معاكي. بصراحه بتبقى سهله قوي وحاجه كده تشجيع. يعني انا منزله لكم، انا عارفه طبعا انكم كلكم شاطرين وكلكم بتعرفوا تعملوا كل حاجه، بس الفيديو ده انا بشجع بيه يعني صحابي وحبايبي واخواتي ان هم ايه، يقوموا يعملوا تجهيزات رمضان. بصوا بقى، مسكت البسله بتاعتي كلها فصصتها بالشكل ده. بصوا زي كده. غسلتها بقى. انا معايا طبقين كبار يعني بسله. هنكيس بقى مع بعض بسلة بس، يعني انا هعمل اكياس بسلة بس زي كده. دي طبعا ممكن نستخدمها في شوربة خضار، ونستخدمها برضو في بسلة ممكن نضيف ليها جزر. هنستخدمها في حاجات كتير. غلفت بقى نص الكمية بتاعتي بسلة بس. يعني انا قسمتها نصين، عملت نصها بسلة بس في اكياس، بحيث ان انا استخدمها في كل حاجة. والجزء التاني اهو معايا، هضيف ليه بقى جزر. بصوا هنا بقى كمان جهزت الجزر بتاعي، قطعتهم. همسكهم بقى اغلفهم. هضيف بقى نص الكيس جزر ونص الكيس بسلة. بصوا زي كده. هكيس بقى كل الكمية بتاعتي وبعد كده اوريها لكم. بصوا بقى هنا بعد ما خلصت بقى الكمية بتاعتي التانية، كده عملنا بسلة بس وعملنا بسلة بجزر. بصوا هنا بعد ما كنت حطيت كيس يعني في الفريزر وجمد معايا، حبيت ان انا اوريه لكم بيبقى شكله عامل ازاي. بجد جميلة، جربوها. وبكده خلص الفيديو معانا. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.